السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في بداية رحلة جديدة على القناة، وهي اول رحلة وهو كورس ال HTML. رحلة هتبدأ من الصفر تماما، من اول سطر كود في حياتك. النهاردة بنبدأ دورة كاملة في ال HTML، سواء دي اول مرة تكتب كود في حياتك، او حاولت تتعلم قبل كده واتلخبطت، او حتى شفت كذا دورة HTML وحاسس ان الاساس عندك مش ثابت. الدورة دي معمولة عشان تبني ليك قاعدة صح من البداية. طيب، اول حاجة قبل ما نبدأ نتعلم خلينا نفهم احنا بنتعلم ايه. يعني ايه اصلا HTML؟ كلمة HTML هي اختصار لمصطلح هايبر تكست مارك اب لانجويج. لكن ركز معايا في الحتة دي كويس جدا، مش مهم تحفظ الاسم، لكن لازم تكون فاهم ال HTML بتعمل ايه. خلينا متفقين ال HTML مش لغة برمجة. ال HTML هي لغة مسؤولة عن هيكل بناء الموقع. يعني تخيل انك بتبني بيت، اول حاجة بتبدأ بيها انك تظبط خرسانة البيت، الاعمدة، الاسقف، التقسيم الداخلي بتاع الشقة هيكون عامل ازاي. ده بالظبط اللي احنا بنفهمه في ال HTML. بنقدر من خلالها نبني الهيكل بتاع الموقع. اي حد داخل مجال الويب لازم يكون عارف يعني ايه HTML. هي اللي بتحدد ده عنوان ولا ده نص ولا ده صورة ولا ده جزء خاص بالمحتوى. لكن لما نيجي نخش في مرحلة الالوان والشكل والحركات والانيميشن، بعد كده بنخش في مرحلة ال CSS، وان شاء الله هنوصل لها بعد ما نبني مرحلة الاساس عندنا. ولاننا بنتكلم عن المواقع فاحنا بنتكلم عن مجال اسمه الويب. خلينا نكون فاهمين كده ان مجال الويب عندنا بينقسم لحاجتين. اول جزء فيه وهو جزء الفرونت اند، وتاني جزء فيه وهو جزء الباك اند. سواء هدفك انك تبقى فرونت اند او باك اند، لازم في الحالتين تبدا بال HTML، لان ال HTML هي اول خطوه حقيقيه في مجال الويب. تعالى هنا نعرف الدوره دي معموله لمين اصلا. الدوره دي معموله لاي شخص لسه بادئ في المجال من الصفر، او اي حد اول مره يبدا ان هو يتعامل مع الكود، واي حد عايز يرجع يبني اساسه من جديد بطريقه صح. وخليني اطلب منك طلب مهم جدا، لو عندك اي معلومات قديمه عن ال HTML حتى لو كنت متعلمها قبل كده، تعامل مع الدوره دي وكانك اول مره تشوف كود في حياتك. طيب ليه؟ لان احيانا بيكون عندنا معلومات ناقصه او غلط، ونيجي نبني عليها حاجات اكتر فتبوظ كلها. احنا هنا هنمشي بخطه واضحه مرتبه من البدايه للنهايه، فخلي دماغك فاضيه وابدا معايا من اول خطوه، وخليك فاهم ان احنا في كل جزء هنطبق عليه بالراحه جدا ونفهمه بالتفصيل والشرح الدقيق، علشان انا هدفي من الدوره دي ان انا اطلعك فاهم HTML كستراكشر صح. اتمنى الرحله دي تكون ممتعه ليك وتطلع منها مش بس فاهم ال HTML، لكن فاهم الويب بيشتغل ازاي. وان شاء الله بعد الدوره دي هيكون في دوره ال CSS ودوره الجافا سكريبت ودوره الرياكت، وباذن الله انا هكون معاك خطوه بخطوه لغايه لما تبقى فرونت اند ديفلوبر ممتاز جدا. وهنعمل مع بعض اكتر من مشروع في كل مرحله، ويلا نبدا اول خطوه.